ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه بعد غياب طويل؟ يلا الحمد لله، كنت في الظروف والحمد لله عدت على خير ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تعالوا مع بعض بقى اقول لكم احلى اكل انا بحبها في الفراخ واحلى وصفه بحبها للفراخ. هنعمل النهارده مع بعضينا فراخ على الفحم من غير فحم. ازاي ده؟ هنشوف مع بعضينا. تعال الاول اقول لكم على التتبيله الخرافه اللي انا عن نفسي استحاله اي حد يقنعني باي طريقه غيرها خالص. بس برضو يعني لو في طريقة تاني أحلى من دي أو طريقة جديدة للفراخ غير المشوية والمسلوقة والمحمرة قولولي عليها. تعالوا مع بعض نقول التتبيلة بتاعتي. حبيبة قلبي اللي قالت لي على البتنجان إن شاء الله هعمل فيديو وعايزة أعرف طعمه. أنا مش يعني عمري ما عملت بتنجان مشوي بزبادي وزيت. هجرب أعمل وأقول لك رأيي فيه. وشكرا على الوصفة بتاعتك. يلا بينا. فكرة الدوشة كوز الخلاط. بصوا بقى دول طماطميتين وبصلايه. انا لسه مخرطاهم دلوقتي حالا بس قلت بس عشان ايه اقلل الوقت بس شويه. الزيت الخفيف، زيت التمون خلص. وهنا بقى كنت بحط شويه الزيت وبعدها معلقتين خل ودول بقى شويه سكر بس حاجه بسيطه نص معلقه صغيره سكر. لو عندك بقى عسل ابيض يكون احسن بس بصراحه انا لو عندي عسل اكيد هستخسر احط عسل. طبعا هنا الملح بالويم كده يا جماعه، انا بحط كده بالويم يعني بالنظريه كده يعني. دول ايه بقى؟ حبيب قلبي ده الروزماري. انا بعشق الروزماري يا جماعه، ده اساسي. الروزماري والزعتر، الكيس التاني ده كان فيه زعتر على فكره. دول اساس التتبيله. هنحط ايه احلى حاجه؟ اللبن. طبعا الناس اللي ما عندهاش لبن نحط معلقه كوبايه زبادي او ياغورت، انت بتقول عليه ياغورس. وهنا عادي كنت باكلش اللبن مش فيها مشكله. وبعد ما خلصنا فتره الدوش تعالى اوريكم الفراخ. بصوا انا مقطعه قطع صغيره كده بالشكل ده اهي. شايفين الدبابيس بتاع الفرخه اهي. بشققها كده. هي دي فرخه سليمه. تمام. بصوا بقى انا سبت الفراخ تتظبط في التتبيله لحد ساعتين 3 4. والله لو انت الوقت قدامك كويس خلاص تبليها من بالليل وتاني يوم بقى اعمليها. ما بيجراش اي حاجه، بالعكس كل ما بتقعد في التتبيله كنت بقى احلى. وعايزه اقول لكم ريحه التتبيله قبل الشويه اساسا ريحتها تحفه. الزعتر والروزماري يا جماعه بيدوا ريحه ونكهه للفراخ تحفه من الاخر. تعالوا بقى مع بعضينا نجيب الصينيه نسخنها على النار ونوريكم انا شويه ازاي بتحايل انا على الشويه. سيبها تسخن. النهارده هعمل باميه. الباميه انا كمان بخزنها في البيت هنا مع نفسي. انا عايزه اقول لكم الباميه دي لها فتره طويله ورغم ذلك بصوا على شكلها مش عارفه هي تبان ولا لا. شايفين خضراء يعني مفيش ايه عايزه طلع. لازم تشي. صلوا بالله على النبي. هقول لكم بقى على حاجه بالله عليكم بالذات المتابعين الشطار ستات البيوت الامامير الحلوين السكرات. هقول لكم بقى اطلب منكم طلب والاول مره اطلب منكم طلب. انا مش بطلب منكم حاجه. تقولي لي طريقه للسمك اللي انا هوريه لكم ده. انا هوريه لكم دلوقتي عشان احطه في الكيس واشيله في الفريزر لحد ما تبعتوا لي كومنتات وتكتبوا لي ازاي اعملوه بالظبط
عشان انا عمري عملت السمك ده. يعني انا اخر بعمل سمك البلطي، السمك التاني اللي هو العبيد، والسمك اللي هو القرموط، لا اسمه تعبان. 3 انواع سمك دول هم اللي انا بعملهم. فبالله عليكم السمك اللي هوريه لكم ده اكتبوا لي طريقه صحيحه عشان اعرف اعمل صح، عشان انا بعشق الاسماك. السمك ده قولي عامل ازاي ضروري. مش عارفه السمك ده بصوا شايفين السمك شايفين البوز؟ لا لا دي السمكة ماشي، دي نوع من السمك. بصوا السمكة التانية اهي. طبعا انا نضفته ثواني اهي. بصوا انا نضفته وعملت له ملح وليمون وكده. ادي ده نوع. النوع التالت ركزوا معايا، لازم تقولوا الانواع دي. النوعية دي ناعمة ورفيع كده، تحس انها عاملة رجيم شوية. تمام. ادي نوع تاني اهو اهو. كل دي انواع سمك ماشي. طبعا الناس اللي هتيجي تقول لي لما انت مش بتعرفي تعملي جبتيه ليه؟ والله انا ما اشتريته. وعايزه اقول لكم البلد هنا عندنا في بلدنا هنا لا ما فيش الانواع دي خالص. بس ده يعني واحده صاحبتي تعز عليا شويه من السويس، فلما بتروح هناك وكده بتجيب لي سمك زي كده. بس انا اول مره اشوف السمك ده. هي اول مره بعتت لي هديه برضو، كانت جايبه لي سمك، جايبه لي جمبري واستاكوزا وبتاع كده عامله زي القفشات كده، مش فاكره اسمها، بس بصراحه كانت طعمها حلو. كانت دسمه كده بس كانت طعمها حلو. المره دي بقى مشكله تشكيله كده بنت لذينه. بصوا استنى اوريكم سمكه كده غريبه قوي. السمكه دي ايه ده؟ في دبانه في الكاميرا. السمكه دي الكبده بتاعتها كانت لونها برتقاني، هي كده لونها اصفر كده اهي. حبايب قلبي بقى بتوع السويس البحراويه يقولوا لي اكتر سمكه عامله لي فضول دي، هي اسمها بونشار ولا بونقار اهي. شايفين؟ انا عايزه اوريكم الطول بتاعها بس هو مش غلط. انا قصيره ولا ايه؟ انا قصيره خالص. بصوا بصوا شكلها شايفين؟ طويله طويله اوي. انا مستنيه احطهم دلوقتي في الفريزر، ومستنيه تعليقاتكم تقولوا لي ازاي اعملهم. انا هموت وادوقهم. احنا كده حطينا الفراخ على النار بالتتبيله بتاعتها، تاخد وتدي بشكل ودي لحد ما ايه تظبط كده، واوريكم المرحله التانيه بتاعتها. ويلا بينا نعمل الرز ونظبط الحاجات، واجي لكم وانا بحمر الرز وبعمل تسبيكه الباميه. بالله عليكي كومنت حلو، لايك حلو من ايدك الحلوين، اي حاجه حلوه. بس بصراحه كل متابعيني عسليات وستات بيوت 100 100. انا اللي باين عليا لسه في المهلبيه مع السمك ده. ابعتوا لي الطريقه وقولوا لي ايه رايكم. اما هنا بقى في السريع البريع بسرعه كده مسكت البصله، قطع خرط، وعلى السريع كنت عامله ان شاء الله باذن الله كنت عملت الباميه. وبسرعه قليت. طبعا الجماعه اللي بيستغربوا جدا ان انا بصفي الطماطم، لما تستغربوا طبعا انا بحب اصفي الطماطم. بصوا بقى حبيت اوريكم الفراخ في نص الرحله بتاعتها. شايفين بقى كل دي الميه اللي نازله من الفراخ نفسها. طبعا ليه انا بخليها كده وليه ما بخليهاش ناشفه؟ علشان الحكايه دي بتخلي الفراخ طريه وجوسي. هنعلي بقى عليها النار اهي
ونسيبها هتدل لحد ما تطيب وتبقى حلوه، عشان لو معانا عيال صغيره ما يتضايقوش منها. وطبعا دي الحاجه بصله بصلتنا اللذيذه العزيزه اللطيفه الجميله. استاذ عندي يقول لك المرضى العيال هو دخل عليهم في الحصه العيال قفل الباب من جوه الركبه بتاع الباب وهو يعني يزق في الباب وهم يزقوا فيه من جوه مش عارف يفتح الباب ويفتح. ده مين ده؟ مين العيال هو الاستاذ محمد حسن ده لا هو بتاع اللي هو اللي عمل الاستاذ ده. في الباب مش عايز يتعصب على العيال. في الاخر ما قدرتش بقى يعني مش عايزه جيت في الاخر جبت ليا في الباب مره واحده وعشان تكتب نازل بقى على عيني. بتعملوا له فين؟ قال لك هو الصراحه انا خفت اترعبت اول ما لقيت العصايه جت على الواد وعلم. ايوه عملت خط احمر كده. انزل بقى تعالى اقعد جنب عمار اهو. يلا انزل. هيلحق والله هيلحق. وهنا بقى بعد ما اكلنا الفراخ طبعا مسكي كان لازم ان هي تشرب، وانا طبعا بصراحه مش عارفه اتكلم عشان الناس اللي كانت موجوده وكده. ولحد هنا بقول لكم مع السلامه في فيديو جديد، واتمنى الله يكون